يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معاكم أكلة اسكندراني 100. الأكلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن جمبري ورز اسكندراني أحمر بكل تكاته وحركاته من مطبخ مارجو، مع سلطة الطحينة بتكاته وحركاته من مطبخ مارجو. شايفة منظر السفرة يفتح النفس. خليكي معايا هشرحلك ازاي تعمليه وازاي تغرفيه وازاي تحطيه بالمنظر الجميل اللي يفتح النفس على الاكل. العين بتاكل قبل البق. يا ريت كل مبتدئه تتابعني، هشرحه كله بكل تكاته وحركاته، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. معايا نص كيلو جمبري على قد اسرتي. الجمبري بتاعنا شكله يفتح النفس، استحالة هتكلم عليه لحظة كده وامشي. الجمبري شكله تحفة. نص كيلو جمبري، ومعايا طبق فيه ملح وفلفل وكمون وكزبرة ورشة شطة صغيرة و3 بصلات كبار حلوين، وطبعا الحلة اللي هعمل فيها. قبل ما هبدأ في الجمبري، معايا عصاية الاستيكس الصغيرة بتاعت الأسنان. هبتدي أمسك جمبراية أطلع منها خرطوم الرملة اللي بيبقى في الظهر، علشان ده لو سبته بيعمل حصوات في الكلى. هنضف جمبراية زي ما انتوا شايفيني، واغسلها بمية جارية حلوة جدا. واستنوني كلكم شايفين كيس الرملة اللي بيبقى في ظهر الجمبراية، اديني بوريهولكم. طلعته من كل الجمبري وغسلت الجمبري بتاعي غسلة حلوة بالمية الجارية، وحطيت عليه كمية من المية مش كبيرة قوي او صغيرة، لان دي اللي بتعمل لي شوربة الجمبري فتحفة. خليكم معايا عشان اشربكم احلى شوربة جمبري هتاكلوها في حياتكم. طعمها يجنن، يامي. حطيت المية على الجمبري وابتديت احط الملح والفلفل والكمون والكزبرة ورشة الشطة، وهخرط عليها 3 بصلات جوليان زي ما انتوا شايفيني كده. استنوني، ما تمشيش ولا تروحي بعيد، هتعرفي احلى الوصفات معايا واحلى حاجات جوزك هياكل صوابعه وراها. خليكي معايا. بعد ما خرطت كل البصل على الجمبري، هبتدي ارفعه على النار، وكل شوية ابص عليه وايدي فيه. طبعا لما الجمبري بيخش في السوا ما بستناش عليه كتير، لونه بيبتدي يتغير زي ما انتوا شايفين معايا في الحلة. لونه بقى اورانج، اللون اللي يجنن. طبعا هيبتدي يغلي معايا. بعد ما يغلي ما بسيبوش ازيد من 5 دقايق، عشان لو سبته كتير يغلي بيجلد معايا وبيبقى طعمه مش حلو. راح جايه بتابع في حله الجمبري غالي وما ينفعش يبوظ. تابعي في الجمبري بتاعك وخافي عليه. بعد كده طفيت على الجمبري، ابتديت اعمل الرز الاحمر الصياديه اللي بياكلوه الاسكندرانيه وبيبقى تحفه. قطعت بصله في الكبه وابتديت احط عليها شويه ملح، ضربتها وهبتدي احمر البصله في حبه زيت. خليكم معايا على اعمل احلى رز صياديه اسكندراني بتكاته وحركاته. طبعا بلاش اخلي البصله تبقى فاتحه. معظم الناس بتحب الرز الصياديه الاحمر ببصله غامقه. هستنى على البصله لما تغمق سنه وتديني اللون اللي انا عايزاه. وطبعا هقول لكم تكايه من مطبخ مارجو، الناس الاسكندرانيه او البحراويه بس اللي بيعملوها. بيحطوا معلقه من العسل الاسود على البصله، بتديله طعم يجنن وبتديله لون تحفه. استنيه معايا اهو، شايفاني هحط العسل على البصل وهو بيتحمر. شايفة منظر البصل في الحلة؟ كل حاجة بتعمليها بمحبة بتطلع جميلة. كلنا بنطبخ لبيوتنا وعيالنا وجوازنا بمنتهى المحبة. يا رب يبقى أكل الهنا والشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي. أجيب مية سخنة من الكتل وهحط على عدد كوبايات الرز اللي أنا عاملاها. كل كوباية رز بحط قصادها كوباية مية، وهبتدي أسيب المية تغلي سنة. طبعا انا عامله 2.5 كوباية رز، بحط قصادهم 2.5 كوباية ميه. ده عدد افراد اسرتي بيناسب الاكله. هسيب الميه تغلي وابتدي اغسل في الرز بتاعي حلو جدا بميه جاريه لحد ما ميته تبقى نظيفه جدا. طبعا الميه غليت، هبتدي احط الرز جوه الميه
واتابع، ما سيبش حاجتي واروح اقعد في اي حته وانا بطبخ. انا جوه المطبخ، وقتي كله للمطبخ عشان حاجتي ما تبص. هفتح الرز بعد شويه هلاقيه ابتدى يتشرب، ايدي فيه، هستنى عليه كمان دقيقه ولا 2 ادي اتشرب اكتر. هبتدي بعد كده انقله على عين واطيه واحط تحته الشياطه بتاعه الرز. عايزاكم كده تشموا الريحه معايا، حاجه تحفه، يامي يامي. عاشت ايديكي يا بت يا مارجو، سيدي يا سيدي، حاجه كده تجنن. بصوا وطيت عليه وايدي فيه. بعد ما وطي عليه لازم تغطي الحله لا يقل على النار الواطيه ربع ساعه، وبعد كده بتيجي طافيه عليه وما تفتحيش الحله الا عند الغرف. معايا خدي بالك من تكات وحركات مطبخ مارجو، هتطلعي ست بيت محترمه ومفيش زيه. دلوقتي هبتدي اغطي الرز وهسيبه اخر 15 دقيقه لوحده، وهبتدي اوريكي ازاي تغرفي الرز والجمبري بطريقه مشهيه جدا تفتح نفس اللي بياكل عليه. وطبعا الاسبوع الجاي هنزل لكم طريقه عمل السمك الاسكندراني المقلي البولتي بكل تكاته وحركاته. هنعمله مع السمك، وانتي تحاولي تعملي وجبه متكامله سمك ورز وجمبري. هبتدي اغرف الرز، بحط البله قدامي وابتدي اغرف الرز فيها واكبسها سنه بالمقصوصه بتاعه المطبخ، وبعدين بطبها في الطبق بتنزل بالشكل الجميل ده. شايفين منظر بله الرز؟ كل واحد بتكفيه بله. وبعد كده هبتدي اعمل ديكوريشن لطبق الرز بالجمبري بعد ما اطلعه من الشوربه زي ما انتوا شايفينه كده على الحرف. بعدد الجمبري كل واحد ياخد له 5-6 جمبريات مع سمكه مع طبق سلطه الطحينه. وجبه كامله متكامله تغذي وتروق الجسم لاقصى درجه. انا عايزاكوا تيجوا تشموا ريحه الجمبري معايا، حاجه تحفه تفتح النفس. يامي يامي. عاشت ايديكي يا بت يا مارجو، احلى طبق جمبري بالرز ده ولا ايه؟ انا عايزاكوا تشوفوا وصفاتي وتحاولوا تنفذوها وتدوني رأيكم في الكومنتات. هل عاشت ايديكي يا بت يا مارجو ولا لأ؟ شايفين المنظر؟ تتاكل حاف. يامي يامي. ريحة السمك والرز بالجمبري مع سلطة الطحينة تحفة، مش هتقدري تقاوميه. واعملي الوجبة زي ما وصفتها لك وعلقيلي بكومنت، وتابعي قناتي قناة مطبخ مارجو، واستنيني في الوصفة الجديدة سواء كانت حلوة أو حادق. تابعوا قناتي مش هتندموا نهائي. قناتي بتقدم كل الوصفات حلو وحادق من مطبخ مارجو. استنوني في الوصفة الجاية. بحبكم كلكم. باي باي.